السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. هنتكلم عن الصداع العارض اللي ممكن يجيلي من وقت التاني، يجي كل شهر، اوكي، كل اسبوع يجيلي مرة يعني، بس مش المستمر. لو انا عندي صداع مستمر ومهما اخدت ادوية هو مستمر، لازم اشوف دكتور على طول واشوف ايه المشكله، ايه السبب العضوي. لكن انا بحكي بقى على الصداع اللي بيجي لي مايجرين، اللي هو الصداع النصفي من الوقت للتاني، سمتام يجي لي صداع كلي في دماغي. اول حاجه لما يكون عندي صداع بيجيلي من وقت للتاني لازم انتبه للاكل بتاعي. يعني في كتير اكل هو بيسبب لنا كده. ايه الاكل اللي باكله يوميا يوميا ومحافظه عليه؟ اشيل الاكل اليومي. مثلا جبن كتيره باكلها، طب اشيل الجبن واشوف انا هبقى احسن ولا لا. اشيل منتجات الالبان، اقلل القمح، مثلا منتجات القمح. طبعا العيش الابيض احنا كده كده المخبوزات، العيش الابيض بطلناه خلاص حتى لو ما عندناش مشاكل صحيه. اوكي، يبقى اشوف اكلي اول حاجه. تاني حاجه اشوف الميه، كميه الميه اللي بشربها. شوفوا دي بتاعت فصل الشتاء، عشان انا بنسى الميه ومش بعطش. اوكي، لو حد قال لك اشربي لما تعطشي، ده انت هتتعذبي. لما نشرب من وقت للتاني اشرب كوبايه ميه كبيره، ونيد ميه على الاقل كوبايتين ل3 ل4 كوبايات ميه كبيره في اليوم. اوكي، فدي ميه مع ليمون، اشرب منها كميات حلوه. هتشوفوا ان انتوا لما تكونوا جسمكم هايدريتد في نسبه حلوه من الميه، هيقل عندكم الصداع كتير قوي. شفنا الاكل، شفنا الشرب بتاعنا. انتبهوا للميه خصوصا فصل الشتاء. اوكي، اجي بعد كده يعني مثلا أنا حاله من حالات الميه، ان انا لما انا مش بعطش ولما انسى الميه على طول ابدا احس صداع جالي. اول ما بحس الصداع جالي افتكر انا ما شربتش ميه كفايه النهارده على طول. سام تايمز الحق نفسي لو قعدت بقى ريلاكس كده، عملت كام كوبايه ميه، وسام تايم اغليهم واشربهم وهم سخنين، بيمشي الحال وبيروح الصداع. سام تايم بيكمل. اوكي، وابدا بقى في اللي هحكي لكم بعد كده لو كمل هعمل ايه. فشرب الميه. بعد الميه بدخل العصاير، يعني من الميه كمان في عصاير. يعني انا جسمي مش كله اكل اكل اكل، جزء كبير قوي سوائل، اللي هي عصاير، اللي هي الشوربه والميه طبعا نمبر 1. اجي للمكملات. المكمل يبقى عندي في البيت على طول وهتشوفوا نتيجته حلوه قوي، المغنيسيوم من الحاجات الرائعه جدا اللي هي ممكن تخليني، يعني لو انا داخل عليا صداع بيروح، لو داخل وسبيشالي الصداع النصفي بيجيب معاه نتيجه حلوه قوي. اوكي، فلا هاخد المغنيسيوم، هاخد حبايه واحده، هتحسوا بالفرق. ممكن اخده يومين 3 وبعدين ابطله، انا مش محتاجه اني اخده مده طويله، وارجع تاني اخده من وقت للتاني. المغنيسيوم اوكي، اي نوع مغنيسيوم متوفر عندكم اختاروا الاحسن. فالاحسن احنا عملنا حلقه عن المغنيسيوم كامله، بس انا لو في البلد عندي ما فيش غير نوع واحد من المغنيسيوم اللي موجود في الصيدليات اخده. اوكي، الموجود بينفع. ممكن لو انا عندي مثلا كالسيوم مع مغنيسيوم كمان بيشتغل حلو قوي. شوفوا، مع ان نسبه المغنيسيوم فيه مش عاليه، بس الكالسيوم مع المغنيسيوم بيشتغل فيري جود كمان. على طول الحق نفسي بحبايه كالسيوم مع مغنيسيوم، هتلاقوا نتيجة حلوة قوي. وطبعا عندنا الزيت العطري اللي هو موجود في كل الدنيا دلوقتي، يعني ما فيش حد يقول ما عنديش، بالذات هو زيت البيبرمنت، زيت النعناع ده موجود حلو قوي. اعرفه ازاي انه زيت حلو؟ اني اول ما افتحه اشم ريحة النعناع قوية جدا، ما شميتش ريحة النعناع يبقى ده مش زيت عطري. اوكي، ومش هيفيدني. فالزيوت العطرية عشان هي خفيفة واسمها اسينشال اويل وخفيفه، بتمتص من السكين وبتساعد كتير قوي انها تضيع الصداع. لو انا مثلا عندي صداع نصفي في منطقه يعني الجهه اليمنى من راسي، اوكي، استعمله كمان في الاذر سايد، في اليسرى. يعني كتير هتشوفوا فرق كبير قوي على طول. ممكن خلال 20 minutes بيروح. خدت مغنيسيوم، شربت ميه كتير، وحطيت زيت النعناع. المشي زي ما قلنا، هنمشي وهنتحرك، هنحط رجلينا على رمله، على جراس، على اعشاب مده طويله، يسيء الفرق هيكون حلو قوي. كمان لو انا عندي السي سولت، حاجه بسيطه قوي من ملح البحر اخدها. لو هو الخشن باخد حبايه مع كوبايه الميه اشربها. البينك سولت بيمشي، حبايه من ملح الهيمالايا، شويه من ملح الهيمالايا خفيفه احطها في الميه واشربها. كل ده هيجيب نتيجه حلوه قوي. حتى لو انا عندي هبوط وحاسه ان انا كمان تعبانه مع الصداع، بيشتغل حلو قوي.
بعد كده انتبه للرقبه. في مشاكل الرقبه كتير قوي ممكن تسبب صداع. الرقبه من المشاكل اللي هتواجهنا كلنا والاجيال اللي جايه بسبب التليفون والقعده على الكمبيوتر الغلط. فلازم ننتبه للرقبه. الرقبه دي عاوزه حلقات، لانه فقرات الرقبه في فقرات معينه ممكن تسبب لي صداع، ممكن تسبب لي تنشن، ممكن تسبب لي ترفع لي ضغط الدم. متخيلين؟ كل ده من الرقبه. فلازم ننتبه. في كمان الرقبه بتتباع كده، بشتري رقبه بتتحط عشان تعمل سبورت للرقبه، حاجه كده بتتلبس، دي بتخلي الرقبه بتاعتي موضوع محطوطه في وضع صح. الوضع ده كتير هيريح لي فقرات الرقبه وهيظبطها لي، وهتلاقوا انه في ان الصداع خف، وان انتوا الكتاف بتاعتكم الالم والتنشن اللي على الكتاف خف كتير قوي. دي كلها حاجات عشان لو انا عندي صداع اللي هو ما فيش عندي مرض، ما عنديش مشكله. اوكي. ايه كمان؟ ان انا اللي هو قبل البيريد ميه، الله اوف ميه هيخلي جسمي ما بيخزنش ميه. هتخلص من الميه، اللي كل ما اشرب ميه جسمي مش هيخزن ميه، هبدا اتخلص منها. هيقل التوتر اللي بيحصل في الدماغ، هتلاقوكوا احسن كتير قوي. اوكي. كمان شرب الاعشاب، معظم الاعشاب بتجيب نتيجه حلوه قوي. البيبرمنت من الحاجات الرائعه لعلاج الصداع، لازم تكون عندكم في كل بيت ان شاء الله. اشوفكم فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله.